وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض عصير فريش. هنحط برتقان على موز. ايوه، برتقان على موز. الطريقة دي طعمها حلو ولا لا؟ الطريقة دي العصير ده طعمه يجنن. يلا بينا نشوف خطوات وصفتنا. اول حاجة هنقطع العصير هنقطع الموز. هي موزاية واحدة بس او ممكن نص موزاية كمان، وهناخد 3 برتقانات ونقشرهم ونطلع البذور كلها، كل البذور تطلع ونقطعهم وارجع لكم تاني. قطعنا عصير البرتقان او شلنا منه كل البذور وخدنا منه شوية بشر برتقان اهو، وعندي مكعبين تلج، وعندي الموزاية قطعتها شرايح. اول حاجة هننزل بالعصير بالبرتقان بتاعنا المتقطع. بسم الله. هننزل بمكعبات التلج، وبعدين عندي كوباية مية هنزل بيها كده او نص كوباية مية عشان انا مش بحب المية تبقى كتير. هخلط المكونات دي الاول، وبعدين اخر حاجة هنحطها الموز. خليكم معايا. وبعد ما خلاص خلطنا العصير بتاعنا بتاع البرتقان، هننزل بالموز. بصي، ممكن تهرسي الموز بشوكة وتحطيه، وممكن تديله ضربة خفيفة قوي علشان بيبقى القطعة في قلب البرتقان كده بيبقى طعمها اجمل، بيبقى باين ان في موز مع البرتقان. انتوا عارفين طبعا ما بحطش على العصير بتاعي اي سكريات يعني، ولا سكر ولا عسل نحل. ممكن تحطي عسل نحل. بصوا بقى قطع انا مضربتوش كتير. بصوا الموز عامل ازاي. عايزه اقول لكم عصير ولا اروع من كده. تعودوا تحطوا انواع البرتقان على معظم الفواكه. هبقى اعمل لكم الفيديوهات دي باستمرار، مفيده جدا للجسم. اتمنى يكون الوصفه بتاعتي النهارده عجبتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وسبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.